السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صور لمهاجرين أفارقة وهم متجهين نحو دول شمال إفريقيا. وعرفت دول المغرب العربي وخاصة تونس والجزائر والمغرب هجرة جيوش من أفارقة جنوب الصحراء، وهذا ما أدى إلى قلق سكان هذه الدول من هذه الموجة الغريبة من الهجرة وغير المسبوقة، وبهذه الأعداد الهائلة من المهاجرين، خاصة وأنهم يختلفون معهم في العادات والمعتقدات، خاصة أن أكثرهم يدين بالديانة المسيحية. كما اشتكى معظم سكان دول المغرب العربي من أن هؤلاء المهاجرين لا يحترمون الدول التي يذهبون إليها، وهذا ما أدى برئيس تونس قيس سعيد للقول أن هؤلاء المهاجرين يتسببون في زيادة معدل الجريمة في الدول التي يقصدونها. وأضاف إلى أن هؤلاء المهاجرين مدعومون من أطراف خارجية معينة لتغيير التركيبة الديمغرافية لدولة تونس، خاصة الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية. لكن السبب الرئيسي لهذه الهجرة هو الدول الأوروبية الاستعمارية التي تمتلك مخطط إسرائيلي لتوطين هؤلاء المهاجرين في دول شمال إفريقيا ذات الأغلبية العربية المسلمة. هذا المخطط تكلمت عنه صحف عالمية وأوروبية، ومن ثم فرضهم على سكان هذه المناطق وتجنيس المهاجرين وإعطائهم الجنسية، ومن ثم المطالبة بحقوقهم.